في مدينة عمرها ما خافت من شيء، ظهر مخلوق محدش شافه من 150 سنة. والكارثة إن أول ناس هيتورطوا معاه هم أصغر 2 شرطيين في زوتوبيا. لو كنت فاكر زوتوبيا آمنة، استعد، لأن كل ده هيتغير الليلة. فيلمنا النهاردة زوتوبيا 2. بتبدأ الحكاية بالشرير وهو بيعترف لجودي ونيك بكل الجرائم اللي ارتكبها، وإزاي لف التهم لناس بريئة. لكن فجأة جودي بتعلن إنها كانت بتسجل اعترافه كامل. الأخبار بعدها بتنتشر عن أول أرنبة شرطية، وإزاي هي والثعلب نيك اللي طلع من الشارع كشفوا مؤامرة العمدة بلواتر باستخدام جهاز تسجيل متخفي في لعبة جزر. نيك بيتعرض عليه ينضم للشرطة بفضل مهاراته، وبيبقوا أول ثنائي في تاريخ زوتوبيا بيحل القضايا سوا. وفي الوقت الحالي في مركز الشرطة أعلن القائد بوجو للضباط إن خصمهم النهاردة هو مفتش الجمارك اللي كان بيهرب شحنات ممنوعة من خارج المدينة للورشة البحرية. وزع على كل فريق مهمة محددة للقبض عليه، وأكد إن جودي ونيك مش مطلوب منهم يتدخلوا غير إنهم يراقبوا الفرق المحترفة وهم بينفذوا العملية بما إنهم لسه جداد. لكن بوجو لاحظ غيابهم عن الاجتماع، وفي اللحظة دي دخل كلاوهاوزر مسرعاً علشان يبلغ القائد. نيك وجودي كانوا سبقوا الكل وراحوا فعلاً يقبضوا على المجرم، وتنكروا كزوجين شايلين طفل مزيف علشان يقدروا يدخلوا الحوض السفن من غير ما يلفتوا الانتباه. وصلوا للمفتش سناتلي اللي قال لهم بحدة إن وجودهم هنا ممنوع، لكن نيك بسرعة لف الكلام وقال له إنهم جايين يحتفلوا بعيد ميلاد طفلهم، وإن أمنيته الوحيدة هي إن المفتش الكبير زيك يمضي عليه هدومه. وفي اللحظة اللي قدروا أخيراً يقربوا من المفتش وهو مشغول ومش واخد باله، جودي تستغل اللحظة وتحاول تفتح صندوق تكشف فيه عن بضاعة مهربة عند سناتلي. صوت في سماعته يأمرها تهدى وتستنى التعزيز. سناتلي يفهم فجأة إنهم كلهم شرطة ويهرب بسرعة لسيارته. نيك وجودي يركبوا عربية ورا منه، وجودي بسواقتها المجنونة بتبوظ نص شوارع زوتوبيا، وفي الآخر تكسر تمثال مؤسس المدينة، وفي الآخر يمسكوا سناتلي. لكن جودي فجأة تلاحظ حاجة بتزحف بعيد شبه تعبان ومعاها شوية قشور على الأرض، وهي مستنية بره مكتب الرئيس بوجو تشغل بودكاست بيعرفها إن الزواحف وبالذات التعابين كانت ممنوعة تماماً في زوتوبيا، وإن آخر تعبان اتشاف فيها من 150 سنة. بوجو يدخل عليهم وهو غاضب جداً بسبب التخريب اللي عملوه وعشان اتصرفوا من غير أمر. جودي تحاول تقوله عن اللي شافته في عربية سنوتلي، مقتنعة إن في تهريب زواحف داخل المدينة، لكن الرئيس بوجو قطع كلامها وقال لهم إن اللي عملوه خلاه يشك إذا كان أصلاً ينفع يفضلوا شركاء. وبعد تفكير قرر يديهم مهمة مختلفة تماماً، وحذرهم بصوت جاد إن أي فشل جديد معناها إنه هيضطر يفصل بينهم رسمي. وكانت المهمة زيارة معالج الشركاء الدكتور فيوزبي المتخصص في إصلاح الفرق اللي ما بتعرفش تتفاهم. فيوزبي ما ضيعش وقت وقال لجودي إنها ما بتعرفش تهدى، وإنها دايماً بتاخد أي خطوة بدون ما تفكر أو تستشير نيك. وقال لنيك إنه عايش في حالة قلق مستمر، خايف على نفسه وده بيخليه يهب من المسؤولية. الاتنين ما حبوش أسلوب فيوزبي ولا الجلسات بتاعته، لكنهم كانوا مستعدين يتحملوا أي شيء عشان يحافظوا على شغلهم. والأسوأ من كده، كل الضباط في القسم بقوا بيعاملوهم كأنهم نكتة، نظرات سخيفة، تعليقات ملهاش لازمة، ولا حد شايفهم بجدية. ولما رجع كل واحد لبيته ظهر الفرق بين الاتنين بوضوح. نيك مرمي على الكنبة كسلان، مش عامل ولا مهمة من المطلوبة منه. في المقابل جودي كانت لسه بتحاول تركز، وفجأة جالها اتصال من أهلها اللي بيتكلموا كتير، لكنها قدرت تتجاهل المكالمة المرة دي. بعد ما اتكلمتهم كتير قررت تركز في مذاكرتها. فجأة اتشوشت من خبر وخلت بالها من فان رايحة حفلة عند عيلة لينكسلي، وشكلها نفس اللي كان سناتلي سيئها قبل كده. وبما إنها مصممة إن في صلة كبيرة بينهم، جودي كلمت نيك وقالت له إن سناكس ممكن يكونوا في زوتوبيا. دول كانوا بيحاولوا يسرقوا دفتر لينكسلي من زمان، وممكن يكونوا راجعين يسرقوه تاني. بس نيك ما صدقهاش عشان سناكس محدش شافه في زوتوبيا بقاله زمن. لكن لما استوعبوا إنهم ممكن يحافظوا على شغلهم لو حلوا القضية وكمان يكسبوا احترام القسم، نيك قرر ينضم ليها ويحققوا سوا. راح وراها وهم بيتسللوا الحفلة ببدل شيك. جودي راحت مكان المجلة علشان تراقبها، ولما وصلت خبطت فيها أصغر ولد لميلتون لينكسلي اسمه بابرت، وتعرفوا على بعض. نيك شاف جلد تعبان في الحفلة وشاف شخص. للأسف بوجو لحق يشوف الشخص قبل ما جودي تتحذر، واللي لابس الغطا طلع جاري التعبان. أول ما كل الناس شافوه في القاعة جري وخافوا. جاري خطف ميلتون وخد الدفتر، وجودي جريت وراه. ولما كان بيحاول يفتح الدفتر ببصمة عين ميلتون، جودي دخلت عليه وترجته ما يأذيهوش. جاري اتأثر وقال: إحنا التعابين عمرنا ما نأذي حد،
الوحش الحقيقي هو ميلتون والدفتر ده. جاري ماسك سره والوحيد اللي ممكن يبرئه، وترجى جودي تديله فرصة يثبت نفسه. ده أمل عيلته الوحيدة إنها ترجع بلدها تاني. فجأة نيك خبط جاري بالطاقية وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل. ولاد ميلتون دخلوا، وميلتون أمرهم يتخلصوا من التعبان، وهدد جودي ونيك إنهم هيبلغوا إن جاري هاجمهم ولازم يسكتوا. جودي ولعت فاير تفصل بينهم، ورموا التعبان بره. شخص مجهول شال الأفعى وطار بيها على موتوسيكل. جودي ونيك قدروا يهربوا هم كمان ومعاهم الدفتر، والسيد بيج أنقذهم، واللي بقى دلوقتي داخل في تجارة هدوم على جنب مع فوفو علشان يقضي وقت مع حفيدته. عمل لهم جوازات سفر مزيفة يهربوا بيها من البلد، بس جودي رفضت. هي مصممة توقف العيلة لينكسلي. السيد بيج قال لهم بصراحة إن العيلة دي طول عمرها غرقانة في الإجرام، وصعب جدا حد يقف قدام قوتهم الكبيرة. هم نفسهم اللي بنوا أعمدة الطقس في زوتوبيا. نيك كان عايز يهرب ويخلص، بس جودي أصرت يفضل معاها ويساعد جاري. بفوفو قدروا يوصلوا للمذيع نيبلز مابستيك، الراجل اللي دايما بيصرخ إن الزواحف لسه عايشة في زوتوبيا. نيبلز واخدهم لسوق المارش، منطقة متدمرة بسبب خطة العيلة لينكسلي تمهيدها. دخلوا سفينة غرقانة وطلع إن هنا مخبأة الزواحف. نيبلز ودامهم علشان يقابلوا واحد اسمه ياسوس. ياسوس رفض يساعد إلا لو أكلوا الأكل اللي بيقدمه، ولما اضطروا ياكلوا فجأة قعد يضحك وقال إنه بيهزر معاهم. ياسوس قلب الدفتر، والغطا المعدن بتاعه شد انتباهه، وقال إن في سر قدامهم مش ممكن سديات عادية تشوفه. فجأة شرطة زيورخ لقت مكانهم واضطروا يجروا بسرعة. ياسوس أداهم مركب علشان يساعدهم يهربوا. هو بيساعدهم لأنه فاكر اللي عملوه لافين، أنقذوا المدينة قبل كده ومقتنع إنهم يقدروا يعملوها تاني، وساعتها الناس كلها هتبدأ تشوف إن الزواحف مش بالشكل اللي متخيلينه. فجأة جاري يخطف الدفتر من جودي ويجري، فكلهم يجروا وراه والشرطة وراهم. أثناء المطاردة يدخلوا نفق مائي، وما كانش قدامهم غير إنهم يطلعوا بسرعة علشان مش قادرين يحبسوا نفسهم، ويضيعوا في النص بين مارش ماركت وطريق جاري. نيك يعصب على جودي لأنها دخلتهم في ورطة جديدة. ذوق معز يساعدهم ويدلهم على ملجأ مهجور فوق الجبل، بيقول إن الزواحف دايما بتستخبى فيه. وهم طالعين نيك يبدأ يغيظ جودي بجزرة التسجيل بتاعتها، يتشدوا عليها تقع تتكسر وجودي تعصب جدا. في اللحظة دي نيك يلاحظ إن شرطة زيورخ بتتبع إشارتهم، يحاول ينبهها بسرعة، لكن جودي بتعترف له إنها شايفة إنهم مختلفين عن بعض زيادة عن اللزوم. تظهر شرطة زيورخ فجأة وتقطع طريقهم ويدوا جودي مهدأ، لكن جاري ومعاه بوبرت اللي جاري أنقذه قبل كده يدخلوا بسرعة ويساعدوها تهرب. التلاتة ينجحوا، لكن الشرطة تمسك نيك، وبرغم ما ضغطوا عليه رفض يقول مكان جودي. ميلتون حاول يستفزه قبل ما يسحبوه بعيد. جودي بتفوى تلاقي نفسها مع جاري وباوبرت، ويكشفوا لها إنهم كانوا بيحاولوا يثبتوا إن أصل زوتوبيا مش من الثدييات لكن من الزواحف، وتحديداً جدة جاري الكبيرة. ابن يزر خانهم زمان وطرد الزواحف ومسح موطنهم، وبعد ما عرفوا إن بقايا مستوطنتهم والدليل على إن ثعابين دين هم المؤسسين الحقيقيين متخبيين جوه مدينة تندرا، قرروا يروحوا يدوروا بنفسهم. في الوقت ده نيك في زنزانة جنب النيبلز، ونيبلز يحاول يقنعه يقول ليه مهتم بالقضية بالأصل. نيك كان متردد يساعد جودي، لكن نيبلز قدر يفهمه وطلع منه الحقيقة إنه فعلا مهتم بيها وبيحاول يحميها. وبمساعدة نيبل قدروا يهربوا من الزنزانة، لكن شرطة زيورخ فضلت وراهم وبدون قصد حصل هروب جماعي للمساجين منهم بيلوذر نفسها. وفي لحظة يأس نيك اتصل بفلاش علشان يجي ينقذهم. في الناحية التانية جودي وجاري وباوبرت كانوا بيجروا في ساحة الصحراء والشرطة لسه بتطاردهم. يدخلوا مهرجان الثدييات اللي مولع، وغزالة مشهورة مع النمر الراقص بتاعهم يدخلوا يتصدوا للحمير الوحشية ويصفوا معاهم حساب قديم. كلو هاوزر يساعدهم ويفتح الطريق. نيك ونيبلز يحددوا مكان جودي، وفلاش يهجم بالعربية بتاعته. هوك باتم ياخد أمر إنه يضرب جودي بسهم قاتل، لكنها تتردد. السهم يطلع بالغلط وفلاش يصده بعربيته. العربية تتخبط في جدار الطقس ونيك يقع بعيد. جودي وجاري وباوبرت يجروا فوق البرج علشان يشغلوا المنارة اللي هتكشف مكان مستوطنة الزواحف. في آخر لحظة نيبل ينقذ نيك من سخونية الجدار، لكن باوبرت يغدر بجودي ويحقنها بسم أفعى ويرميها هي وجاري. وقتها جاري يعترف إنه كان عايز يلاقي أوراق تأسيس زوتوبيا الأصلية علشان يدمرها، كل ده بس علشان يرضي أبوه وما يبقاش مختلف، ويسيب جودي وجاري يموتوا والشنطة اللي فيها مضاد السم تقع معاهم، ويروح يجري ورا نيبلز اللي اتسمم ويسيب نيك محاصر فوق الجدار. جاري يحاول يحافظ على حرارة جودي علشان يبطئ مفعول السم، وفي نفس الوقت نيك يدخل في مواجهة عنيفة مع باوبرت. نيك يجبره يرمي الشنطة اللي فيها مضاد السم، ولما يشوف جاري بيحاول يوصل لقلم مضاد السم المهم. بعد ما وصلت شرطة المنطقة اللي جنبه وحصلت خناقة كبيرة،
جاري استخدم القلم وعالج جودي اللي صحيت بسرعة ولحقت تنقذ نيك من إنه يقع. بعدها نيك وجودي اتكلموا بصراحة لأول مرة. نيك اعترف إنه بيحس إنه محتاج قطيع وإنه ساعات بيبعد الناس عنه من كتر الخوف. جودي اعترفت إنها طول الوقت خايفة الناس تشوفها ضعيفة وعشان كده بتحارب علشان الناس تقبلها. جاري هدى العلاج لنيبلز وفجأة ياخدوا بالهم إن باوبرت بيجري ناحية المنارة. نيك وجودي يجروا وراه وفي الوقت ده جاري ونيبلز يتصدوا لعيلة لينكسلي. وسط المعركة نيبلز يشجع ويند دانسر إنه يواجه خوفه وفعلا يتحول لبطل ويقف قدام عيلة لينكسلي وجها لوجه. نيك وجودي كملوا مطاردة باوبرت وبمساعدة جاري ونيبلز يقدروا يوقعوه. يدخلوا مستوطنة الزواحف المهجورة من جوه المنارة ويوصلوا لبيت جاري القديم وهناك يلاقوا الدليل الحقيقي لتأسيس زوتوبيا. باوبرت يحاول يوقفهم آخر محاولة لكن هوك بوتوم يعطله. الخبر ينتشر، أصل زوتوبيا الحقيقي يتهز العالم كله، عيلة لينكسلي تتقبض عليهم والمجموعة الأساسية يتعمل لهم عفو كامل. الزواحف يسمح لهم يرجعوا لزوتوبيا بعد سنين من الإقصاء. نيك وجودي قووا شراكتهم أكتر ويبقوا مثال للثنائيات اللي بيعانوا من صعوبة التفاهم ويدربوهم إزاي يقبلوا اختلافهم. في بيت جاري نيك يهدي جودي القلم اللي اتصلح كتذكار من كل اللي مروا بيه. وبمجرد ما خلصوا اللحظة المؤثرة دي يرجعوا للشغل تاني ويجروا ورا المجرمين الهاربين. لو عايز تشوف ملخصات جديدة معانا دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان اللي جاي ما يتفوتش. سلام.